ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده وصفه جديده، وصفه حلوه قوي. هنعمل فطيره باللحمه سهله جدا، من غير ما نعجن ولا غلبه ولا اي حاجه، كده حاجه سريعه جدا زي ما انتم شايفين، وموفره جدا ومن مكونات البيت. يعني ممكن من بواقي التلاجة بتاع الغدا بتاع امبارح. انا عاملاها هنا بربع كيلو من اللحمه المفرومه، بس ممكن كمان نعملها بميكس جبن، نعملها بواقي فراخ. يلا بينا بقى على طول نبدا بسم الله ونشوف هنعمل الجمال ده ازاي. معايا هنا طاسه على النار، هنزل بربع كيلو من اللحمه المفرومه. هفضل اقلب فيها بس كده على نار طاسه سخنه جدا لحد ما لونها يغير معايا. زي ما انتوا شايفين كده. في الوقت ده هنزل بقى ببصلايه كبيره مبشوره او متقطعه صغير زي ما تحبيها وتفضليها. هقلبها كويس قوي مع اللحمه لحد ما تبتدي تدبل معايا شويه كده. هنزل على طول بقى معايا ميكس من الفلفل الالوان بالشكل ده، وهقلبه واسيبه يدبل كده مع اللحمه ومع البصل بتاعي. هضيف بقى دلوقتي البهارات بتاعتي، ملح وفلفل، ولو حابين 7 بهارات. التوابل اللي تحبوها، بس كتر التوابل بيغير طعم الاكل، وخصوصا لو اللحمه بلدي وحلوه، فبلاش نكتر التوابل. خلاص كده هقلبهم كويس مع اللحمه ومع باقي المكونات. هنزل بقى بربع كوبايه من عصير طماطم الفريش، بيدي طعم حلو قوي للحمه المفرومه. وهقلب فيها كده خلاص لحد ما تنشف معايا. هي كده خلاص جاهزه زي ما انتم شايفين. هنروح بقى دلوقتي نجهز التشريبه اللي هنسقيها للفطيره بتاعتنا. معايا بيضة ضفت عليها ملح وفلفل، وبعد كده هضيف 4 معالق كبار من الزبادي. الملح والفلفل طبعا حسب الرغبة. بعد كده هضيف معايا ربع كوباية من الزيت، زيت نباتي عادي، اي زيت موجود ومتاح، ممكن زيت زيتون كمان. وهنزل كمان بكوباية من الحليب او اللبن. هقلبهم كويس جدا واسيبهم على جنب لحد ما اجهز الفطيرة بتاعتي. عندي بقى هنا لفة من الجلاش ناشفة او ادمت في عندك في الفريزر، هنقطعها بالشكل ده. هحطها بقى في بولة بعد ما قطعتها كده، وافرفرها بالشكل ده عشان تبقى مفكوكة من بعضها بالشكل ده. في البايركس بتاعي بقى او طاجن هنضيف نص كمية الجلاش بتاعتي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وبعد كده هضيف شوية من التشيبة اللي انا عملتها، هسقي بيها كده شوية كده، هسقي الجلاش بشوية من التشيبة كده زي ما انتوا شايفين، كمية بسيطة خالص، وهسيب الباقي الوش. وبالسباتيولا كده اضغط عليه، لازم يبقى كله متغطس كده في التشيبة، ما يبقاش فيه جزء ناشف او هايش. هضيف بقى اللحمه المفرومه بتاعتي زي ما انتوا شايفين، هوزعها عليها كويس جدا. الفرن بتاعي دلوقتي انا مولعاه. بعد كده هضيف شويه من الجبنه الموتزاريلا، طبعا حابين تضيفوا زيتون فلفل اخضر زياده زي ما تحبوا. خلاص كده هضيف باقي كميه الجلاش بتاعي زي ما انتوا شايفين، واوزعها كويس بحيث يبقى كله متغطي بالجلاش. بعد كده هضيف باقي التشيبه بتاعتي، هسقيها كويس بحيث ان كل جلاش يشرب التشيبه وما يبقاش فيه جزء هايش او ناشف. هدخلها بقى الفرن ربع ساعه بس، وبعد ما تخرج بتبقى نفشت شويه كده، هضيف لها بقى كميه كويسه كده من الموتزاريلا او جبنه رومي قديمه زي ما تحبي، وممكن كمان زيتون على الوش، وادخلها بقى الفرن لحد ما تاخد لون وتخرج معايا. هنا خلاص بعد ما خرجت شايفين نفشت كده والجبنه ساحت واخده لون حلو قوي. هنقطعها بقى مع بعض زي ما تحبوا. بجد ريحتها حلوة قوي، وطعمها كمان كان حلو قوي. حاجه كده ظريفه، وما خدتش مننا وقت خالص. وزي ما قلت لكم ممكن من تحشوها اي حاجه موجوده في البيت، او بواقي فراخ نعملها ببصل كده ونحط عليها ميكس جبن وتدخل الفرن حلوه قوي وظريفه. وحتى اللحمه اللي انا عاملاها خدت ربع كيلو لحمه بس. شايفين جميله وطريه ازاي، ما تحسيش انها جلاش متقطع خالص. تعالوا نشوفها بقى كده من جوه. شايفين بقى الجمال مع شوية بطاطس جميلة جدا بجد. غدا سريع لو احنا موظفين او بنشتغل، مش هتاخد وقت خالص. تعال نقطعها بقى كده نشوفها طرية ازاي يا جماعة، سهلة جدا وطرية بجد كأنها فطيرة بجد. جربوها بإذن الله تعجبكم. اتمنى بقى الناس اللي اول مره تشوفني لو عجبهم الفيديو اشتركوا معايا وفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل وصفاتي، وحبايبي ومتابعيني اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو باذن الله استنوني في فيديو جديد. مع الف سلامه.